بقى هقول لكم على احلى واجمد سكراب وماسك وغسول. هو 3 في 1 او 4 في 1 كمان، ممكن تجربيه في حياتك بجد يا جماعة. بيخلي الوش في حتة تانية، وفي زي نعناع كده، في حاجات كده كتير قوي انا مش عارفه بصراحه يعني اعدها من كترها، ما شاء الله خطير. وعندي بقاله فتره كبيره قوي وبستخدمه دايما، وبعدين بيدي بشرتي افكت كده، بشرتي بتفرق جامد قوي قوي بعده. يعني بستغرب جدا الفرق اللي بيسيبه في بشرتي. بصوا انا هنا دعكته كويس قوي. انت ممكن تسيبيه ماسك على وشك، وممكن تسكربيه بيه وشك وتغسلي بيه وشك. بصوا يا جماعه الفرق، وشي بقى عامل زي كده كاني حاطه فاونديشن كده، فظيعه فظيع فظيع بجد، تحفه. وبعدين بجيب التونر بتاعي بعد ما بخلص زي ما انتم شايفين كده اهو. انا غسلت وشي بيه، عملت سكراب. هو يستخدم كسكراب وغسول وماسك، فانا سكربيت بيه وشي وغسلته في نفس الوقت. فبصوا بقى كمان هعمل بقى بالتونر. التونر مش هيطلع ولا نقطه ميك اب، ان انا كنت حاطه ميك اب تقيل جدا، ولا نقطه اي حاجه خالص. بصوا شايفين القطنه بيضه قشطه بجد يا جماعه، خطير. انتوا لازم تجيبوا السكراب ده، لازم تجربوه فعلا. السكراب ده هسيب لكم صورته او اسمه لو انتوا عايزين تعرفوا يعني اسمه ايه، او عايزين شكله. بيتجاب من الصيدليه على فكره، مش اونلاين، انا بجيبه من الصيدليه اضمن. وبعدين هنا بقى هحط السيروم بتاعي بتاع التصبغات واثار الحبوب والكلام ده، علشان هنام. ده فيه هيالورونيك اسيد كمان. وابتدي ان انا ارطب وشي كده بالطبطبه. سامعين صوت التك تك؟ طب شايفين الطبطبه دي اللي هو بعمل كده اهو، كده على وشي كده زي ما انتوا شايفين، عشان اضغط السيرم في بشرتي. بعد كده بقى هجيب المرطب بتاعي ده، المرطب شانجل، وابتدي ان انا ارطب بشرتي كويس قوي برضو قبل ما انام، علشان خاطر ابقى كده خلاص قفلت المسام بتاعت بشرتي كويس قوي قوي قوي، وبشرتي تبقى اتغذت غذا محترم يعني. وبعد كده بقى هجيب التنت بتاعي كده عشان ما يبقاش وشي مطفي اهو. ده التنت، اي نوع تنت على فكره، انا اي تنت بجيبه بفضيه في الازازه دي كانت ازازه بتاعه تنت مش عارفه بيوتي ايه كده، كان بتاع حاجه كده. المهم انا بفضي فيها التنت عموما. قولوا لي بقى رايكم. باي باي.